يلا بينا نعمل مع بعض الرز المعمر بأسهل طريقة وأبسط طريقة. بصي بقى القمر، بصي الجمال، بصي الرز طبعا باين ان الحباية بحبتها ومستوي، مش معجن، لا مفلفل كده معايا وطعمه قمر، اما ريحته بقى مش قادرة احكي لكم بجد. يلا بقى هاتي كمية الرز اللي انت هتعمليها. ممكن ان انا اعمله في طاجن او بريم زي ما احنا شفنا، ممكن اعمله في طاجن بايركس، ممكن في صينية ألمونيوم زي ما تحبي. معايا 4 كوبايات من الرز غسلتهم كويس لحد طبعا ما المية بقت بيضة كده وفل شمعة منورة زي ما هنشوفه دلوقتي. اهم حاجة ان انا امسك الرز تحت الحنفية وافضل افرك فيه او اغسله بالطريقة القمر دي. وطبعا اهم حاجة الغسيل. خلاص بقى غسلت الرز وهصفيه كويس جدا، عايزة اقولك ان انا غسلته فوق ال6 7 مرات، اصفي المية وارجع تاني تحت الحنفية واغسل الرز كده لحد ما هيبقى فل شمعة منور. خلاص يا سمر، كفاية غسيل يا سمر. ابدا. الرز المعمر من الحاجات بجد اللي بتبقى حلوة جدا في العزايم. بسرعة كده بتعمليه، انا بحس ان هو اسهل من الرز الابيض فوق او رز بشعري. جبت الرز نزلت بشوية من الزيت، طبعا عشان الرز يبقى مفلفل لازم ان انا انزل بالزيت على الرز المعمر. نزلت بحتة سمنة بلدي كده بالشكل ده. وهنزل ونزلت بالملح بتاعي. ولو عاملة بقى كيف جوايا كبد فراخ او لحمة بحط فلفل، مش عاملة كبد او لحمة ما بحطش فلفل اسمر. خلاص نزلت بالرز في الطاجن، ودلوقتي غالية لبن. لبن جاموسي كده نزلت بيه كله. كوباية الرز عليها كوباية ونص من الحليب. هتدخليه الفرن على درجة حرارة 200. هيقعد معاكي ساعة، أول نص ساعة خلي درجة الحرارة 200. النص ساعة التاني خلي درجة الحرارة 170 160 يتشرب براحته. ودلوقتي عندي كده قشطة في الفريزر، طلعتها وحطيت حتتين كده وهي متلجة على الوش. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لسمر أبو العيلة.